مشاهدينا، بداية وردنا هذا الخبر العاجل والذي أكد فيه على تمسكه باستكمال العملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. اتفاقية السلم والشراكة الموقعة تحت تهديد السلاح باطلة، والإعلان الدستوري الذي انفردت به جماعة الحوثي غير شرعي، وحكومة بحاح لا محل لها من الإعراب. هذا ما تضمنته القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس الانتقالي عبد رب منصور هادي بعد كسر الحصار المفروض عليه من قبل الميليشيات بصنعاء ووصوله إلى القصر الجمهوري بعدن. فنص القرار إلغاء كافة الخطوات والتعيينات التي اتخذت بعد 21 من سبتمبر، واعتبرها القرار باطلة ولا شرعية لها. دعوة الرئيس هادي لهيئة الرقابة على الحوار للاجتماع في عدن أو تعز إشارة واضحة بأن صنعاء أصبحت عاصمة محتلة من مسلحي الحوثي، وبهذه القرارات يكون انقلاب الحوثيين قد انقلب على عقبيه. جماعة الحوثية المسلحة والتي أصبحت بعد هذه القرارات توصف بالجماعة المتمردة على الشرعية الدستورية تكون قد سقطت سياسيا وشعبيا بعد مقتل متظاهر سلمي في إب وآخر في صنعاء تحت التعذيب على يد الميليشيات بتهمة التظاهر السلمي ضد الانقلاب. وبهذه القرارات الجمهورية والخروج الشعبي الرافض لتواجد الميليشيات في شوارع العاصمة والمحافظات يكون اليمن قد عاد إلى أحضان ثورة 11 من فبراير، ثورة السلمية والمدنية، وسقطت بالمقابل ثورات العنف والسلاح. أمين دبوان، يمن شباب، صنعاء.